السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هحكي لكم مأساتي مع بنتي في الثانوية العامة. هقول لكم الفرق الاول بين ان كان عندك بنت في ثانوية عامة او ولد في ثانوية عامة. بالنسبة للولد فالحياة بتبقى سهلة شوية عن البنت. انا بنتي بقى كانت في ثانوية عامة السنة دي، شفت معاها المرار الطافح زي ما بيقول، شفت معاها مأساة. اول حاجة بتبدأ في طبعا في ان انت بتروحي تحجزي الاول حاجة الدروس. كان بنتي بتطلع من الصباحية ربنا من الساعة 9 للساعة 3 عشان تحجز دروس. ده اول حاجة. بعد كده كانت طبعا بتتأخر، اتصل بيها: ايوه يا ماما، ايوه انا لسه ما حجزتش. تيجي: طب انا هروح احجز بكرة، طب احجز بعده، وهكذا لغاية ما تم حجز الدروس كلها. بعد كده بدأت بقى الدروس. في طبعا احنا بيبقى في شتاء، تبدأ بقى تنزل مثلا من الساعة 9 ما دروسها كلها لغاية مثلا الساعة 6 بالليل او 8 بالليل. طبعا انا ببقى قاعدة هنا قلقانة على جمر من النار. ليه بقى؟ الولد ايا كان هيخرج مثلا هتصل بيه: انت فين يا حبيبي؟ انا في الحتة الفلانية. طيب ماشي. لكن هي بقى طبعا بتصل بيها تقوم جايه فاتحالي الموبايل على حس المدرس. فطبعا انا بطمن شويه. وساعات مثلا الموبايل بيفصل، وساعات مثلا يكون مشغول، او مثلا تكون مفيش شبكه. فطبعا ببقى قاعده قلقانه هنا مش حاسه. يعني طبعا ببقى قلقانه طول الوقت لغايه ما تدخل البيت. بحس بقى براحه نفسيه. طبعا لو جالها مثلا درس متاخر بالليل مثلا الساعه 8 بالليل، وانتوا عارفين ده شتاء، فطبعا بضطر ان انا انزل اروح اوديها وارجع اجيبها تاني. فده طبعا لو انت عندك بنت هي ديت الحياة اللي هتضطري ان انت تعيشيها سنة كاملة بحالها، من شهر كده 1/8 ل1/7، لغاية ما تخلص امتحاناتها. بعد كده طبعا بتبقي برضو قلقانة. هي بتيجي طبعا هتذاكر امتى؟ لما تطلع من الساعة 8 الصبح ما ترجعش الا الساعة 8 بالليل، طبعا بتيجي تنام، وهكذا وهكذا. وطبعا بتبقي قلقانة عليها. هتذاكر دروسها. وطب يعني ما بتحاوليش ان انت تضغطي عليها، لان هي اصلا المذاكرة والمدرسين ضاغطين عليها من غير اي حاجة، فانت هتضغطي عليها اكتر. فهي البنت ما بتستحملش زي الولد. ممكن الولد تقولي له ذاكر اعمل. فانا انا كان طبعا خدت تجربة الولد، بس ما تعبتش قد ما تعبت مع البنت. الولد كنت بتقولي له ذاكر، طب حاضر هذاكر. اما البنت: طب انت شايفاني انا مقصره، ما انا بروح الدروس وباجي من الدروس، ما فيش وقت، ما فيش مش عارف ايه. فبضطر ان انا اسكت عشان ما اضغطش عليها. وطبعا انتوا عارفين البنات ما بتستحملش. بعد كده جينا بقى في اجازة العيد: يا ماما انا عايزة اخد اجازة. حبيبتي ما تاخديش اجازة، عشان حاولي ان انتي ال3 ايام دول بتوع العيد الصغير ان انتي تقعدي تذاكريهم. انا بقى طبعا بتضطر ان هي تفقد اعصابي. انا تعبانة، انا مرهقة، انا مش عارف ايه، انا لازم اغير جو، انا لازم. فبتضطر ان ال3 ايام بتوع العيد دولت بيطيروا، لان هي بتقول لي اغير جو، فبتخرج مع اصحابها. فما برضاش صراحة اضغط عليه. يجي العيد الكبير برضو، جه قرايبنا، فاضطريت ان انا اقول لهم بنتي في ثانوية عامة وزي ما انتوا عارفين. فيدوب يعني سلام سلام وكل يعني خلاص بقى ما فيش عيد بقى طالما انت عندك ثانوية عامة، ما عندكيش عيد كبير ده خالص، لان بيبقى فيه فرق بين الامتحانات وبعد العيد في امتحانات تانية. فالعيد الكبير ده ما بتعيديش خالص، يعتبر ان انت ما فيش عيد فيه. حتى لا بتروحي لقرايبك. انا السنة دي ما روحتش لقرايبي خالص في العيد. وهي برضو قلت لها حاولي ان انت تقضي العيد كله في البيت في المراجعات، لان كان بعديها فيزياء. فقلت لها لازم تقعدي تراجعي الفيزياء كويس. وطبعا الفيزياء جت برضو الامتحان صعب جدا عليها.
بتبقي بقى في وسط الامتحانات برضو تعبان عشانها، لان في طبعا احداث كتيرة، ان اللي بينتحر واللي بيرمي نفسه في البحر واللي مش عارف ايه. فانت ما بتبقيش خايفة على الولد زي ما بتبقي خايفة على البنت. البنت طبعا احساسها رهيف، ممكن يتغلب عليها شعورها ان هي ما حلتش، فممكن تعمل في نفسها حاجة. فانا كنت ببقى ساعات اروح استناها، اروح اوديها وارجع استناها تاني، اجيبها واجي، او باباها ابعته ان هو يروح يجيبها، او طبعا بستناها ساعات في البلكونة. ببقى تعبانة ولو اتأخرت مثلا 10 دقايق ببقى يا ترى جرالها ايه، يا ترى ممكن تعمل في نفسها حاجة. طبعا انا ببقى مزوداها ايمانيات، يعني يا حبيبتي دي مش اخر المرحلة، مش دي اخر مراحل حياتك. يعني لو جبتي مجموعة او ما جبتيش، كنت دايما احاول ان انا اثبتها على ايمانها. يعني سواء جبتي مجموعة او ما جبتيش مجموعة، دي مش اخر المراحل في حياتك، دي مرحلة وهتعدي. وممكن حتى لو جبتي مجموع اقل ممكن تخش الكلية اللي هي اقل ديت اللي انت مش عايزاها، ولكن تحققي فيها نجاح اكتر من الكلية اللي انت عايزاها. كنت بحاول اصبرها واصبر نفسي لحد الحمد لله ما عدت السنة على خير، وده احنا مستنيين النتيجة بتاعت الثانوية العامة. ويا رب تفرح كل البنات وكل الشباب اللي في ثانوية عامة، ومفيش اي بيت في مصر يحزن عشان الثانوية العامة، لان هي دي مرحلة من مراحل الحياة وما هياش اخر الحياة. وانا بقول للناس اللي هم بينتحروا دول الله يرحمهم، ولكن الصبر يا جماعة. طبعا دي اسباب، ولكن الموت واحد ده سبب، ولكن هي كانت هتموت في نفس الميعاد ده، ولكن بالصبر كلنا هنتخطى كل هذه المراحل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.